أخطر لعنة في تاريخ مصر القديمة لما كاهن باع ضميره للشيطان. صلي على النبي واشترك في القناة ويلا بينا نبدأ. في قلب معابد الكرنك كان في كاهن اسمه بتاح، نفسه يوصل لحكم مصر. في ليلة ضلمة ظهر له ملك الجن زعيم العرش الأسود من العدم، وعده بقوة وسلطة ما تتوصفش مقابل شرط واحد بس. الشرط كان فتح بوابة أثرية قديمة محبوس وراها جيش من جحافل الظلام. بتاح الطمع ملأ قلبه ووافق على الصفقة المشؤومة، وبدأ يجهز لطقوس غريبة ومريبة عشان يفتح البوابة الملعونة. الفرعون حس إن في حاجة مش مظبوطة بتحصل في المملكة، وبدأ يراقب بتاح وكل تحركاته. في ليلة اكتمال القمر بتاح بدأ في تنفيذ مخططه الشرير. السماء فجأة بقت سودة والأرض اتهزت هزة عنيفة. البوابة الأثرية اتفتحت وخرج منها جيش الظلام المرعب. مصر كلها دخلت في حرب دموية بين جيش الفرعون وجحافل الشر. صراخ الناس كان مالي كل مكان، والنار كانت بتاكل الأخضر واليابس. الفرعون بنفسه نزل لأرض المعركة عشان يدافع عن شعبه. المعركة كانت أسطورية، صراع بين النور والضلمة على أرض مصر. بتاح كان واقف بيتفرج وهو بيضحك فاكر إنه انتصر، لكن قوة إيمان المصريين القدماء كانت أقوى من أي شر. وهنا خلصت حكايتنا، هشوفكم تاني إن شاء الله.